لو عاوز تعرف ايه هي طرق الوقاية من السمنة تابعني في الفيديو ده. زي ما احنا عارفين ان الوقاية خير من العلاج، عشان كده لازم نمارس التمارين الرياضية يوميا من 15 ل 30 دقيقة، زي المشي، الجري، السباحة. نزود الحركة بتاعتنا، نمشي بدل ما نركب، نطلع السلالم بدل ما نستخدم الاسانسير او السلم الكهربائي، نمشي على نظام غذائي صحي، نعمل دايت بحيث ان السعرات الحرارية الداخلة للجسم تكون اقل من السعرات الحرارية اللي بيحتاجها الجسم. ناكل بكميات قليله على فترات، ناكل الاكل الغني بالالياف زي الخضروات والفواكه، نشرب ميه كتير، ما يقرب من 2 ل 3 لتر ميه يوميا. ما ناكلش الوجبات السريعه، الاكل من بره، المقليات، النشويات، السكريات، العصائر المصنعه، المواد الحافظه والمشروبات الغازيه والدهون المشبعه. ننام كويس من 6 ل 8 ساعات يوميا وخصوصا بالليل. ناخد بالنا من وزننا، خصوصا لو ابوك وامك وجدك وجدتك تخان. نوزن جسمنا مره اسبوعيا عشان نتابع لو في تغيرات في الوزن. نبعد عن المشاكل النفسيه زي التوتر والقلق والاكتئاب. ما نستخدمش الادويه اللي بتزود الوزن الا للضروره، زي الكورتيزون، ادويه الفصام، مضادات التشنجات، مضادات الاكتئاب. نعالج الامراض اللي بتزود الوزن زي كسل الغده الدرقيه، تلازمه كوشنج، مقاومه الانسولين، تكيس المبايض. لو عاوز تعرف ايه هو علاج السمنه تابعني في الفيديو اللي جاي. استنوني.